من مفاتيح السعادة أو من سلسلة لا تحزن. هل المال هو كل حاجة؟ هل المال الوسيلة الرئيسية لتحقيق السعادة؟ دي كلها أسئلة عاوزين نسألها. هل الفلوس كل حاجة في الدنيا؟ هل الفلوس أهم شيء يحقق لنا السعادة؟ أو الطريق الوحيد أو الأكيد أو الأفضل لتحقيق السعادة؟ هنشوف. هندي مثال واحد بس. في ملياردير، طبعا مش هقول على اسمه، ملياردير أمريكي مشهور جدا. طبعا أصيب في الخمسينات من عمره بمرض خطير جدا. الملياردير ده قال لنا نصائح عرفتنا حاجات كتيرة جدا. قال احنا ممكن نستأجر شخص يقود السيارة بتاعتنا، ممكن تأجر واحد سواق يقود لك السيارة بتاعته، ممكن تأجر واحد يجيب لك طلباتك وحاجتك من الأسواق، ممكن تأجر واحد ينظف لك بيتك ويرتب لك حالك، ممكن تأجر واحد يعمل لك كل أي حاجة أو كل مصالحك وانت باشا كده خواجة مرتاح بفلوسك طبعا. بس هل ممكن تأجر واحد يتحمل الألم عندك لو جالك آلام سرطانية أو آلام غير سرطانية؟ ممكن تأجر واحد؟ طبعا لو واحد وافق انت مش هتقدر. لن يتحمل الألم عنك أي إنسان حتى أقرب الناس لك. يبقى لا أحد يستطيع أن يستأجر شخصا يتحمل عنه الألم حتى بمليارات الجنيهات. دي أول حاجة. لو حاجة ضاعت مني ممكن استردها بأي أموال طالما اللي أنا غني. طيب لو الحياة ضاعت منك، لو الموت جالك، تقدر تبعده عنك؟ تقدر تهرب منه بمليارات الجنيهات بكل ما تملك؟ لا طبعا. قال كمان هذا الرجل نصيحة جميلة: من الأفضل أن تكون من السعداء وليس من الأفضل أن تكون من الأغنياء. إذا أردت الغنى فعيش وحيدا، إذا أردت السعادة فعيش مع الآخرين. نصائح جميلة جدا. وأنا أقول نصيحة قرآنية أجمل من النصائح دي كلها. ربنا بيقول: والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. ليه؟ لأن الحياة الفلوس هتروح، الأولاد هيروح، أي نعمة هتروح أو أنت هتسيبها. يا إما هتسيبك يا إما أنت هتسيبها. يعني المال مثلا، إما أن تفتقر والمال يتركك، وإما أنت تموت وتسيب المال. كده كده أي نعمة في الدنيا أنت هتسيبها، هيبقى حصل فراق بينك وبينها، سواء أنت سبتها أو هي سابتك. أما النعيم، نعيم الآخرة، أما الجنة فهو نعيم مقيم، لا أنت هتسيبه ولا هو هيسيبك، وذلك بيقول عليه نعيم مقيم. أخيرا فضلا وليس أمرا، اشترك في قناة عسل ترياق مر المذاق. اكتب عسل ترياق مر المذاق في بحث اليوتيوب واضغط ضغطة واحدة فقط ستظهر لك القناة. اضغط على كلمة اشتراك حتى تشترك في القناة، ثم قم بتفعيل زر الجرس وسوف تجد حلولا عديدة لشتى المشاكل التي يمكن أن تواجهها، وستجد كل ما هو جديد ومفيد.